حب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يجمعنا. الحمد لله الكريم الوهاب الجواد من شمل العباد بنعمتي الإيجاد والإمداد، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وقدس على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين التي شملت كل شيء، من خصنا الله سبحانه وتعالى به رحمة مهداة ونعمة مسداة. صلاة الأزل والأبد، صلاة الجمال والجلال والكمال، صلاته هو سبحانه على حبيبه كما هو من حيث لا نحن، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، لا زلنا نتطوف حول معاني الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في الدرس الماضي قد تطرقنا إلى موضوع كيفية الصلاة، كيف نصلي، كيف نسلك بالصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن فحوى ذلك هو الاستغراق فيه صلى الله عليه وآله وسلم، أي الاستغراق فيه حبا. بدايته تبدأ باللسان، ذكر اللسان، ثم التفكر به فيه بالعقل يعني بالخيال، ثم التفاني فيه قلبا حيث يسيطر على قلبك ويصير الشهود له معنى ثابت في عالم المثال. ففي عالم المثال يفتح المجال، وهو حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى. يعني ابتداء من ذكر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم باللسان بكثرة الصلاة عليه نستغرق فيه، ثم الاستيراد ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا الفتح بالصلاة. الفتح بالصلاة ما هو؟ هو ما نسميه بالفتح المحمدي، الفتوحات المحمدية، نتيجة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتيجة التعلق به كله، لأن التعلق وحدة متماسكة لابد من في الصلاة عليه من تعظيمه ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ومن اتباعه وطاعته، ومن محبته، ومن ولاء أهل بيته. فإذا نقصت أحد هذه المقامات فالصلاة لا تجيء لها. من بعد هذا سنسميه استغراق فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في الدرس الماضي بأن من وجد ضعفا، من وجد انقطاعا في هذه الصلة القلبية به صلى الله عليه وسلم فليعلم بأن هناك خلل في التوازن في سلوكه. هو لابد أنه مضيع لأمر ما في سلوكه، أو لعله مضيع بداية لجانب الشريعة أصلا في طاعة والدين أو في الجار أو في أي خلق من الأخلاق، أو لعله في صلاته هناك شيء، أو لعل في اعتقاده هناك شيء يتبع اعتقادا ضالا في الله وفي حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإذا تم مقام الإسلام يبدأ مقام الإيمان، إذا تم مقام الإيمان يبدأ مقام الإحسان. هكذا هي درجة توصل إلى درجة أخرى. فإذا استغرق المحب المريد في حضرته صلى الله عليه وسلم آنذاك يأتي الفتح والنتيجة والجزاء من جنس العمل. دائما النتيجة مبنية على المقدمة. المقدمة إذا كانت استغراق في أعماره، النهاية ستكون فتح بأعماره صلى الله عليه وسلم، وهي على الحجاب الأعظم حياته، روحي وروحه، سر حقيقته وحقيقته جامع عوالمه. هذا حينما تعيش أنت عش محمدية المبنى. إذا أردت أن تكون محمديا معنا، إذا أردت أن يكون لك قلب متصل بسيدنا رسول الله، لابد أنت كذلك عش به ولأجله صلى الله عليه وسلم. أحد العارفين سيدي صلاح الدين البوصي قدس الله سره
قال حكى عن نفسه قال 40 سنة وأنا كلما كنت في موطن استجاب دعوة في حج أو عمرة أو في مواطن النفحات أو شربت زمزم وماء زمزم لما شرب له أطلب شيء واحد، قال دائما أطلب الاجتماع به صلى الله عليه وسلم والفناء فيه صلى الله عليه وسلم. وقلت في دروس في سلسلة سابقة في فقه الأدعية والأذكار أو سر الأدعية والأذكار بأن الدعاء هذا ينبع على ما في قلبك. إذا قلنا الآن سيفتح باب الاستجابة، كل واحد يرفع يده، كل واحد ماذا يدعو؟ الذي يأتي على قلبك أولا ذاك هو حالك أنت. مرت علينا البارحة ليلة نصف من شعبان وهي ليلة التجلي على الأمة المحمدية، يتنزل فيها الحق سبحانه برحمته وبعطفه وبحنانه وبعطائه. ما الذي طلبناه؟ قد تجد الناس يعني هناك من يتشتت حينما تقول له جاءت هذه الليلة يتشتت، يطلب من هنا مرة ومن هناك مرة، فتذهب الليلة من دون حضور ومن دون عيش، لا يعرف ماذا يذكر ولا ماذا يدعو. كالذي يريد أن يطعم الماء، يطلعنا الماء من الأرض، مرة يحفر متر من هنا متر من هنا متر من هنا، لو يحفر الكرة الأرضية كامل ما يطلعناش الماء. احفر في مكان واحد يطلع لك الماء. وحد النية وحد الوجهة، معليش اطلب الأشياء الأخرى، ولكن لما تكون لك وحدة وجهة موحدة. وهناك من تغالب عليه أمر من أمور الدنيا أو بلاء من البلايا هكذا مصاب به ولا كذا، كذلك الوجه، تذهب هذه اللحظات المباركة التي من المفروض خير ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى. من سوء الأدب بمكان أن يتنزل لنا هو ونطلب منه غيره سبحانه وتعالى. فالعوام يطلبون في ليلة التجلي حينما يتجلى يطلبون منه التجلي، والخواص يطلبون المتجلي سبحانه وتعالى. نطلبه هو أولى من أن نطلبه هو سبحانه وتعالى. نحن مريدين ماذا؟ مريدين الأكل والشرب. مريدين ماذا؟ مريدين الله. تقول لي مريد الجنة، الجنة فيها رضوان الله، أما الجنة للأكل والشرب هنا في الدنيا فهي موجودة. إذا أردنا أن نكون ربانيين، أن نكون مريدين سالكين، دائما الطلب الإرادة الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقول لا هذه الدنيا أنا هي الطالب، لا، هناك كذلك ستكون همتك دنية والناس يتفاوتون. أهل الغرف العليا يتراءى من دونهم كما تتراءون النجوم في السماء، يقول سيدنا رسول الله، كما تتراءون النجوم في السماء. يعني كما رايحين نشوفوا في النجوم، نشوفوا فيهم لا بذاك الجهاز بعاد علينا مش ملايير السنين الضوئية ومن عارفين قد عددهم وكذا، وانت جالس في الجنة تشوف ذاك الكوكب من هي تقول ذاك الضوء تاع من قال لك مقام فلان مقام فلان مقام فلان. أترضى من نفسك ذلك؟ وهو ممكن في هذه الدنيا كان ابن أبيك وأمك، جارك، زميلك، أنت أكبر منه سنا، أنت أحفظ منه، أنت أعلى منه، أنت أنسب منه. من هنا يا ليتني قدمت لحياتي، هذه إعدادية الحياة هناك، يا ليتني قدمت لحياتي، أقصد الدار الآخرة، أما هذه ماهيش حياة، هذه لعب ولهو، هذه الإعدادية. نعم. إذا قلنا بأنها لابد أن تكون همتك دعاءك في مثل هذه الأيام أن تدعو دائما توحد. فلا تدري أنت متى توافق ساعة الاستجابة قلبا مستجيبا، لأن الفائدة أن يكون قلبك أنت حاضرا مع الله. فأولياء الله دائما قلوبهم عندهم ساعة الاستجابة، وين ما دعا يستجيبون. لماذا؟ لأنه دائما الحضور مع الله، قلبه دائما مستجيب. أما نحن حتى تأتي الأيام الفاضلة ثم هناك تهيئات حتى تستجيب قلوبنا لله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، نحن حتى نضطر لكي يجيبنا الله. أما هم لا، باختيار
لأن نحن الاضطرار هو الذي يدعنا نقول الله يا رب، ولكن في حالة الاختيار نقول نفسي. أما هؤلاء لا، في كل الأحوال يقولون الله الله، يشهدون الاضطرار في كل الأحوال. لهذا كانت قلوبهم مع الله. إذن حينما تأتينا هذه الساعات خير ما نطلبه منه سبحانه ما هو طالبه منا وما هو طالبنا رضوانه، نطلبه هو سبحانه وتعالى، نطلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، نطلبه هو لذاته. حينما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نطلبه هو لذاته، كما قلنا في الدروس الماضية، ما نجعله دائما صلى الله عليه وسلم وسيلة، ودائما متى يكون الغاية صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك غاية أعظم منه؟ هل الوسائل التي نطلبها، الأشياء التي نطلبها ونجعله هو فيها وسيلة صلى الله عليه وسلم، هذه الغايات التي نطلبها وجعلنا فيها سيدنا رسول الله وسيلة، هل هي أعظم منه؟ ما كان لا حضرة مولانا سبحانه وتعالى اللي غاية أعظم من سيدنا رسول الله، وتلك الغاية من بابه صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت سيدنا رسول الله فما طلبت إلا الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من كانت غايته الرسول فغايته الله، من أحب الرسول فقد أحب الله. قس على هذا. هو سيدنا الرسول ما عندوش حاضرة منفصلة أبدا. لهذا نجد في القرآن الكريم دائما يقرن الاسمين الله ورسوله، الله ورسوله، بل وحد الضمير فقالوا والله ورسوله أحق أن يرضوه ضمير واحد، ما هم ضميرين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، كان بالإمكان أن يقول أن يرضوهما الله ورسوله، ولكن قال مولانا سبحانه وتعالى لا، ما كانش إرادتين ومشيئتين وفعلين، لا، وإن كانت هناك ذاتين، ذات مولانا وذات سيدنا رسول الله، ولكن الأمر واحد، ليس لك من الأمر شيء. سيدنا رسول الله ما عنده من الأمر شيء، أمره كله لله صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن لا نخف على أنفسنا من الشرك في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي شيئا، يعني من دخل في الطائرة المحمدية لا يخاف الشرك، ولو خاف عنا الشرك لخاف الله عنا وفصله عنه في شهادة التوحيد. فشهادة التوحيد فيها ذاتين، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لأن سيدنا محمد رسول الله حضرته شفافة يرى منها الله سبحانه، بالعكس كما يكون الناظور هذا للإنسان الناقص في النظر، ما تجي تقول هذا روح حاجبك عن النظر، يقول هذا وزايدني في النظر، لا خليني على حالي. كذلك نحن لنرى الله سبحانه وتعالى كما قال سيدي ابن عربي قدس الله سره، قال إذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى فانظره فتبصر به في المرآة المحمدية، فأجل مجال يتجلى فيه الحق سبحانه وتعالى والنور المحمدي، لأن الله سبحانه لا يتجلى لا في زمان ولا مكان، ولكن في مجال، فيتجلى لك من خلال النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لنا باب الصلات به، فإذا اتصلنا به كنا في حضرة الله، كنا في حضرة الله، لأن حضرة الله سبحانه وتعالى مجالها محيطها هو النور المحمد. إذا خرجت من هنا وهناك ضللت عن الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله وما أنا من المشركين. حاشا صلى الله عليه وسلم. دلالته على الله دلالة الواحد، دلالة الأحدية، قل هو الله أحد. الصلاة من بعد الاستغراق يأتي الاستحقاق، أي يأتي الفتح، تتحقق. الفتح المحمدي، الفتوحات المحمدية على العموم الفتوحات تنقسم إلى 3 أقسام، يعني لها 3 أركان: الشهود والمعرفة والتحقق. الشهود والمعرفة والتحقق، سواء كان هذا الفتح فتح رباني إلهي، يعني فتح محمدي، فتح إنساني، فتح كوني. هناك 4 حضارات من الفتح، ولكل فتح 3 أقسام، كل فتح من هذه الفتوحات له 3 أقسام. فأنت حينما تستغرق وتفنى فيه ستبقى به. هذا البقاء، هذا الفتح، هذه الثمرة ما هي؟ لسألك السيد ما أعظم ثمرة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل له يعرف، هو الفتح المحمدي. هناك ثمرات عدة،
من ثمرات الصلاة أن يستجاب بها الدعاء، من ثمرات الصلاة أن تقضى بها يعني المصالح، تفرج بها الهموم الكروب ولكن هذا كله عند العامة حينما يتكلمون عن الصلاة على سيدنا رسول الله. دائما أهل العلم يقولون بأن هناك 40 فائدة للصلاة على سيدنا رسول الله، ولكن ما تكفي تلك 40 فائدة ولا يعني فائدة واحدة خاصة به مباشرة صلى الله عليه وسلم، دائما خارجية. نحن نريده هو الفائدة العظمى صلى الله عليه وسلم. لسنا نصلي عليه لننال غيره، لهذا قلنا في بعض الصلوات أرجوك، لا أرجو منك، رحماك أرجوك لا أرجو منك. في بداية الأمر ترى بأن الكلام فيه شوية يعني إساءة أدب، لا يعني أرجوك أنت لذاتك، لا أرجو منك شيء آخر، لأن الشيء الآخر أراه السوى. اللهم إلا إذا كان الشيء الآخر هو أنت فإذا أرجوك أنت. إذا كان الشيء الآخر هو الله سبحانه وتعالى إذا أرجوك أنت، فحضرته ليست غيره. إذا كان الشيء الآخر هو الدين أو الفقه في الدين أو القرآن فهو حضرة سيدنا رسول الله، لأن كل الدين فيه صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الواسع، احنا نتكلم على سيدنا رسول الله بكمالاته وفضائله، ما نتكلم على سيدنا رسول الله بذاته بجسمه صلى الله عليه وسلم البشري فقط اللي تحجروا فيه الوهابيه وقاعدين ينظروا سيدنا رسول الله بذاك المنظار. لا، نحن كي نقولوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا فاهمين بان النبوه فيها كل الدين، والدين بكله المفصل في قلوبنا والمفصل في الشعائر والمفصل في القرآن والسنة، وكل هذا كله أنوار النبوة المحمدية. والنبوة المحمدية هي صبغة النبوة، صبغة النبي. هناك النبي والنبوة، النبوة من النبي. إذن فما زلنا في حضرته، ما خرجنا منها من حضرته صلى الله عليه وسلم. هذا واش رانا قاصدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحضرة. وكي نقولوا يعني الذات المحمدية عندنا نحن في التصوف قاصدين بها هذا الحضر الكبرى، كما نتكلم عن الذات الإلهية مانش قاصد. أما كي نقولوا يعني الجسم سيدنا رسول الله الجسم البشري فنقصد به جسمه صلى الله عليه وسلم من حيث الشمائل ومن حيث الهيئة. أما إذا تكلمنا عن الحقيقة المحمدية عن الذات المحمدية فقاصدين كل الأنوار والأسرار التي نعرفها التي تفصلت في الدين وفي من ورثوا الدين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا ديم. من هو البحر؟ من هو الديم؟ هو سيدنا رسول الله. إذن هذا غرفة والبحر بقي واسعا، وذاك رشف رشفا والمطر بقي منساب. إذن فحضرته صلى الله عليه وسلم واسعة. إذن كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أننا نطلبه هو فكل الصيد في جوف الفار ستجد كل شيء من بعد هذا. عندك يجيك الشيطان يقول لك أنا نقول لك نطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصح أنا راني باقي الباك، والآخر راني باقي ندير عفو من اللارمي، والآخر درك أنتم الصوفية باقي ترجعونا لا تعرف بهم خلاص كاع من الدنيا من دونها والو، نقولوا كل شيء كاين. إذا طلبت الله ستخدمك الدنيا، ولكن إذا طلبت الدنيا ما يكون معك مولانا أبدا، لأن الله هو الذي خلق الدنيا. سيمكنك منها حلالا طيبة، ويقول لك كوني بردا وسلاما عليه، لأنها حارة تجيك يعني بكل ولا تحاسب عليها أصلا حتى، لأن حلالها حساب وحرامها عقاب. الدنيا هذه حلالها حساب وحرامها عقاب، وما نطاق إلا على عقاب لا على حساب، لأنه من نوقش الحساب عذب. ولكن أنت حينما تتوجه إلى الله ومولانا يقول لك هاي من تجيك بطريق ولا أخرى، أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، أنا ذاك لا تحاسب عليه. يقول يا رب أنت جبتها لي، جات تجار تحت رجلي، أنا كنت مريح حطب لي الريح شاف هكذا من توجه إلى الله سبحانه وتعالى. جاء بعض علماء الشام ذات مرة عند سيدي أحمد العلاوي قدس الله سره، وكان عنده ثم المريدين من تحت، هو كان معروضا يعني عارض عنده. لما نظر سيدي من فوق من الشرفة على المريدين من أسفل صاحوا صيحة واحدة، الله
باش يذكر هذا العالم من الشام قال الشيخ قال له احنا اتذكر هو كان عن فوق والمريد ذكر حال الصلاه والامام الخطيب يخطب والناس تحته قال له احنا كي نخطبوا على الناس راك ما تتحرك قلوبهم وانت لا شافوك من دام ما تكلمت صاحوا. واهل الاشارات يعرفون يقتنصوا الواردات هذه. قال له يا سيدي شفتوا كي تقعد في الصلاه وتحرم وتتوجه لمولانا سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قالوا اذا توجهت لمولانا احرمت لله كل الناس يتبعوك في الصغيره والكبيره. قال هكا. قالوا ولكن اذا سلمت والتفت الى الناس سينفضوا من حولك. قال نعم. قالوا هكذا نحن من يوم ان احرمنا ما سلمنا، من يوم ان توجهنا الى الله ما سلمنا. هذا عندهم سجود القلب. هذا هو. هذا الذين هم على صلاة دائمون ما مع الذين هم على صلاة يحافظون. هذا جهة من الدنيا كرقص انت بالدنيا الدراهم بصح ما بيسموهاش دنيا، يسموها الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة تجي. أما الدنيا ما سميت دنيا إلا لدناءتها. فكل ما دخل عليه النور لا يسمى دنيا، لهذا لا يسمي حياة سيدنا رسول الله دنيا. إذا أخذت الماء وشربت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم صار أخرى، لأنك أخذت عليه أجر وصار حياة طيبة. المهم وإذا لم تسمي عليه شاركك فيه الشيطان، يعني ذهبت منه البركة، لأن الشيطان ما يشربش الماء. الشيطان هو أصلا يطفيه الماء وهو نار، ولكن يأخذ الطاقة. شنو في المزايد تقول انت نخلي الاناء فارغ والصباح قال يقول الناس ان راسنا نقول الشواطين كلاو منه شربوا هاني ما بقيت مقر في الوسط. لا يكون فاهم يا صاحبي. الشياطين وهذول ما ياكلوش كما ناكلوا حنا نشربوا حنا، لا، ولكن ياخذوا منه الطاقه، ياخذوا منه البركه. كي تجي انت ما تنال منه تبارك. لهذا اليوم ما كاين تبارك. الشيطان مشاركنا في كل شيء مع التسبيح، لان القلوب مش متصله مولانا، ماناش عايشين في دائره النور كما كان اسلافنا. الخير كاين ولكن الشياطين صرفوا منا البركه كلها. صرفوها نهار كانت في المزرعه ميزان، نهار اللي داروها بالربا، نهار اللي خدموها بالربا راه صرفت البركه من بعد. شريها انت بالحلال ولا شريها بالحرام؟ كيف البركه من البدايه ما كانش. لا الله يستر خلاص. اذا قلنا بالاستغراق في الصلاه على سيدنا رسول الله، بكثره الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم سنتصل به. فحينما نتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح الله علينا بالذات المحمدية بالنور المحمدي شهودا ومعرفة وتحققا، هذا الفتح الإجمالي، هذا الفتح الكلي الأكبر. أما ما سوى ذلك فحدث ولا حرج من الفتوحات. نحن نركز على الفتح الأكبر، يعني الشيء الأعظم. أما ما دون ذلك فلا داعي. يعني من قضاء المصالح وهذا الشيء، يعني قضيت مصلحتك ولم تقضى الفائدة أن يرضى الله عنك. أنت ما أدراك بأن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما أدراك. ولكن نبقى وحنا مع الرضوان، ورضوان من الله أكبر. نبدأ أولا الشهود، أي الاجتماع بسيدنا رسول الله. يبدأ بالرؤيا المنام والجزاء من جنس العمل. أنت كنت كل وقت تفكر فيه صلى الله عليه وسلم، فينعكس ذلك على مخيلتك، على عقلك الباطن، على كذا كذا كذا، فتصير الذي كما يقول أصحاب التأويل الرؤى الذي تنشغل به في النهار تراه في المنام. طبيعي. إذا أنت انشغلت بصورة سيدنا رسول الله في مخيلتك، في الليل ستراه في المنام. هذا مع كثرة الصلاة عليه، مع الحب، مع الاعتقاد السليم، مش يعني تفكر فيه تفكر يعني فاسد كما راهم يفكروا الوهابيين. هذوك تقول لهم يقروا في الحديث وراهم دائما يقولوا السنه السنه، ولكن يتفكرون فيه تفكرا خاطئ. مش يتفكروا في سيدنا رسول الله، ما يتفكروا في الصوره اللي داروها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو جهل ثاني شاف سيدنا رسول الله، ولكن رآه يتيم ابي طالب كما قال ساداتنا. فرق. هناك من ينظر له نظرة الخصوصية، وهناك من ينظر له نظرة النقص والعياذ بالله. فهذا لا. تبدأ بالمنام، ثم الدرجة الثانية رؤية المثال. عالم المثال هذا هو عالم الخيال المنفصل. الخيال المتصل هذا هو اللي تفكر فيه درك كما راك تفكر درك. هذا الخيال المتصل. الخيال المنفصل يسمى عالم المثال. مولانا سبحانه دار واحد البرزخ ما بين الواقع
المعاش الخارجي سواء كان هنا أو في عالم الغيب، وما بين ما عندك أنت ما تتصوره أنت. كي تتصور أنت شيء وتكون لك مخيلة قوية يخرج ينعكس ذلك من خيالك المتصل إلى خيالك المنفصل فترى تلك الأشياء. مثال ذلك ما يحدث في المنامات. ترى العلم بشكل لبن، هذا خيال منفصل، هو مش لبن ولكن العلم. ماذا أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها العلم. لما قال أعطيت فضل شربت اللبن ما أعطيت فضلتي لعمر، قال ما أولت يا رسول الله؟ قال أولتها العلم. ورؤيا الأنبياء حق، إذن كان ذلك في عالم الخيال المنفصل أي في الرؤى. وقس على هذه الدرجة الثانية، الخيال المنفصل أي عالم المثال. قد يكون ذلك في عالم المثال في المنامات، ثم يزداد درجة إلى ما بين اليقظة والمنام، إلى ما بين اليقظة والمنام في حالة استرخاء قريبة إلى الله. لأن الإنسان إذا أوقف الفكر هذا الحسي المادي لا لإيجابي ولا لسلبي، توقف كل شيء حينما يهدأ وتروح يعني الحواس خلاص عن التفكير ولا أنا ذاك يدخل إلى عالم المنام، يعني الرؤية، ينفصل عن هذا الكون. كذلك إذا كنت أنت في الذكر وقف كل شيء، وحتى ولو كنت مريح ولو كنت واقف، إذا كنت يعني عندك قوة التخيل وقف كل شيء وابقى تقول لي بصح أنا كي نفكر في سيدنا رسول الله هذا فكر. لا، التفكر في الحضارات الغيبية حضرة مولانا وحضرة سيدنا رسول الله هذا خارج عن الله. شفت الواحد يقعد الليل يفكر يخمم في حاجة ما يجيش رقاد. لماذا؟ لأن العقل مفتوح، العقل هذا الحسي. ولكن إذا هو خلاص استرخى ونسى كل شيء أنا ذاك يروح. حينما تتفكر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكر فيه طمأنينة وراحة نفسية، أنا ذاك ستذهب معه. وهذه من أنجع السبل لرؤية سيدنا رسول الله في المنام. كثير يسأل كيف أرى سيدنا رسول الله في المنام؟ نقول له اجعل آخر ما تتفكر فيه تفكر في حضرته صلى الله عليه وسلم ستذهب معه. ثم هنا بين قوسين الكثير من المحبين لعله نقول يعني كثير الكثرة الكاثرة بأن يرون سيدنا رسول الله ولا يعلمون بأنهم رأوه. لأن سيدنا رسول الله لا يرى في صورته فقط يعني الجسمانية، قد يرى في صورة شيخ من المشايخ، قد يتجلى لك لا بذاته بل ببعض صفاته. يعني ترى المدينة المنورة، ترى العلم، ترى القرآن، ترى في مجلس العلم، هذه كلها أنوار سيدنا رسول الله. إذا أنت تمنيت أن تراه انظر للرؤية التي رأيتها في تلك الليلة. إذا كانت رؤية إيجابية أعرف أني أنا شفت سيدنا رسول الله. إذا كانت رؤية سلبية أعرف أني ذاك الشيء لا يعرض بينك وبين سيدنا رسول الله. إذا في كلا الحالتين راك رأيت في كل خير لك. أعيد أنا مثال الليلة جبت وردي باش نشوف سيدنا رسول الله في المنام. في ذيك الليلة شفت رؤية يعني ما هي مليحة. هذيك الرؤية نشوف الأجزاء تاعها نعرف بلي ذاك الشيء ولا عارض على نفسي دون رؤية سيدنا رسول الله. يعني لابد نزكي نفسي من هذا الأمر. أما إذا رأيت رؤية حسنة أيا كانت تلك الرؤية الحسنة اربطها ستجدها أحد تجليات سيدنا رسول الله. فإذا كملت أنت وارتقيت في المستوى ستتجمع تلك الأنوار وتتجمع في ذاته وترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا. أما الدرجة الثالثة هي رؤية اليقظة، الاجتماع به صلى الله عليه وسلم يقظة. هناك بين هذا وذاك يعني درجات. هناك ما بين عالم المثال واليقظة مثال، عالم الخروج من هذا كما نقول خروج الروح من هنا من الجسم. وهذه عادة إذا خرجت الروح من جسم أي واحد ولي من الأولياء يكون ثابت، الجسم تاعو ثابت ماهوش يتحرك. إذا كان يتحرك راه الروح حاضر معه. إذا جسمه ثبت راه خرجت الروح. ويرى سيدنا رسول الله وروحه خارجة يعني. هذا كذلك ماهوش من رؤية اليقظة. رؤية اليقظة ما هي؟ هي كما ترونني الآن، الرؤية التي تراها بحواسك كاملة. إذا نقص بعض حواسك فهي رؤية مثال، راك في حالة كالنوم ولكن الخيال منفصل.
وهذه رؤية اليقظة أعلى مستوى ما يلحق إليه الأولياء. بين ذا وذاك قلنا كثير منها. إذا رأيت ولم تسمع منه ولم يتكلم معك صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء كذلك على مثال. أما إذا رأيت أنت بكامل حواسك وهو سيدنا رسول الله بكامل تجليه، أنا ذاك ستتم رؤية يقظة. وهنا تدخل تلبيسات كثيرة. نعم الشيطان لا يتمثل بسيدنا رسول الله، ولكن أنت قد تكون أحوالك، لهذا يحتاج إلى شيخ تربية. دائما يقول يعني الشيخ المربي أحسن، لأنه ممكن إنسان يتيه هنا وهناك في بعض المتاهات ويظن نفسه بأنه رأى ويتمنى أن يرى ويدعي شيئا فشيئا حتى يعود عايش في متاهات. أعاذنا الله وإياكم. اللهم إنا نعوذ بك من الدعاء يا رب. هذا قلنا الرؤية، رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من نتائج ومن أعظم ثمرات الصلاة على سيدنا رسول الله. ما الفائدة من رؤية سيدنا رسول الله؟ الفائدة الأولى أن نزداد به تعلقا، لأنك حينما تراه في المنام ستزداد شوقا وعشقا له صلى الله عليه وسلم. وليس من رأى كمن لم يرى، وليس الخبر كالمعاينة، مش كيما اللي شاف كاين اللي ما شافش. اللي شاف سيدنا رسول الله يزيد حب له، تصير الرؤية في حد ذاتها مزود لك في المحبة، استفدت بطريقة أخرى. ثم كذلك تتزود بالإيمان، لأنه من رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزداد تقوى وصلاح وكس على هذا. كذلك ما تستفيده منه صلى الله عليه وسلم من التربية والتزكية، أي حينما يكلمك لا بد راه سيدنا رسول الله شفته، لا بد راه الآمر والناهي، لا بد يبين لك ويوضح لك ويبشرك راك مستفيد. وفائدة الرؤيا صلى الله عليه وسلم غير محصورة، يعني المحبين يعني يتفننون في هذا، لأن الإنسان إذا أحب أحد يكون له شوق وحرقة، فإذا اجتمع بيتمرد ذكر الحرقة هذه من ذكر، يعني هذه يعدها المحبون من أعظم فوائد الرؤيا صلى الله عليه وسلم. ولكن قد علم كل الناس مشربهم. لعل بعض أهل العلم تجد يقول أنا بنشوف سيدنا رسول الله باش نصحح عليه الحديث، يا ودي ولكن كل واحد وحاله مسلمين. يعني ليش شيء زي بالشوق سيدنا رسول الله، يا بهذا نشوف سيدنا رسول الله طبل الورج وانا ما لا لازم في الصحة، خلي هذيك المسألة كما نقول احنا، ولكن كل واحد من حقه الله سبحانه وتعالى. لهذا تراهم الذين يرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركزون على الامور العلميه وكذا، هو ذاك انعكاس حالهم، هم خدموا سيدنا رسول الله علميا فانعكس ذلك عليه. تجد يعني يحكيك على رؤية سيدنا رسول الله من دون ذيك الشوق ولا ذيك الاشجان، يكلمك على رؤية سيدنا رسول الله وكأنها يعني على الرؤيا المنام، يعني رؤية اليقظة هذه لا تحدث إلا الأكابر، نفعنا الله بها. الآن كثر ادعاء رؤية سيدنا رسول الله يقظة، ولكن لعلي أقول لكم من الآلاف الذين تسمعون والمئات الذين تسمعون بأنهم يرون سيدنا رسول الله يقظة، فيهم 2 راهم يشوفون سيدنا رسول الله يقظة، والآخرين يعني ادعاء والناس تدعيها. والمشكلة في اللي يدعي لنفسه، المشكلة في اللي تدعي له الناس، قاعد يدعي لنفسه يقول لعل راه صادق في جزئية ما. المشكلة في اللي شافوه لبس شاش وباقي راهو من أهل رؤية سيدنا رسول الله يقظة، اللي شافوه محب سيدنا رسول الله راهو من أهل، وهكذا. الناس أكثرت من هذا، ولكن لابد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. الدعاوى خطيرة يا سيدي، الدعاوى خطيرة، الدعاوى خطيرة على لعله من دعاها ومن دعيت له حتى. المسألة ما هي بالسهولة. كي نقول واحد من سيادنا هو ما قالهاش على نفسه، تروح أنت تدعيها له، لماذا هذا؟ وفيها تجني كذلك على الذي يدعي المشايخ، كل شيء يكذب ليه أنا أكتبت. ثم كذلك فيها تدخل تحت من كذب علي متعمدا، أنت كذبت على سيدنا رسول الله، قلت بنا وشوف في سيدنا رسول الله. ورى من الذين لعنهم سيدنا رسول الله من أرى عيناه ما لم ترى. سبحان الله، ما عادش كاين يعني التورع في هذا الجانب. سمعت بعضهم قال لي واحد قال له عندي دواء السكر، عطاه لسيدنا رسول الله وراني اشتغل سيدنا رسول الله، قال لي رحت جبت من عنده سيدي دواء السكر شريته عليه بقداه المليون، ومن بعد زاد علي السكر قريب مت. قال له لا رجع لي راه الحاسوب دخل فيه فيروس، حتى الفيروس الكبير مش الحاسوب،
دع سيدنا رسول الله يعطيك دواء السكر. حاشا لله، ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا من الأولياء الصالحين. أنت بتروح تقول لسيدنا رسول الله أكبر السكر الله يقول لك أبشر. سيدنا رسول الله باقي كثر في الشهداء وكثر في المرضى، لا أبشر شيء من خير. وعبر كما ظنه هو، يعني سيدنا رسول الله يدور على حل اقتصادي وحل سياسي وحل كذا. نظرته صلى الله عليه وسلم لأمته نظرة أخرى، يهمه الجانب الأخلاقي. هذا هو. لهذا قلت لكم منام حكاها لي بعض الأحباب، قال رأى سيدنا رسول الله في المنام أيام كورونا هذه، قال يا رسول الله ادعوا لنا، كورونا أصابت الناس، قالوا البلاء الحقيقي من حرم رؤيتي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله كعيب لي والله في قلبي حشم. قال نقول سيدنا رسول الله ما هو شوف سيدنا رسول الله شوف في الكورونا إيه. وهكذا بعض الأحباب قال رأيت سيدنا رسول الله وكانت ليلة كنا دائما الوقف لسيدنا رسول الله. في تلك الليلة شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وجلس سيدنا الصحابة جالسين، قال له اطلب شيء معك. قال يا رسول الله نحن نظارات، وقالوا راني دائما نروح لتونس ونجي نداوي، يعني ادعي ربي سبحانه وتعالى. قالوا سيدنا عمر هذا الوقف اللي تكلموا عليه. جاني الصباح قال لي مش قلت له عليك والله الحاشا قدام سيدنا رسول الله. انا امبارح نقول الوقف، يعني الوقف ان تبقى وقف في سيدنا رسول الله تطلبه لذاتي. هو صاحبنا قال يطلب في الدول العينين عن سيدنا رسول الله. ما يكفيناش هنا رانا الصلاه نصلوا لما نطلبوا بها في الحوايج نروحوا فين نقولوا سيدنا رسول الله العربي بكذا وكذا وكذا، كل حاجه نذكرها سيدنا رسول الله. نطلب منه الدنيا لا عين، على الاقل كاين عندهم مواجهين صلى الله عليه وسلم، كاينوا امامه، اما منا ومنا ما عندنا نديروا شو بغينا نديروا. إيه نطلبوها احنا بعاد عليه يعني لا باس، بصح مواجهين وجها لوجه لا نطلبها منه. من كثر الادعاء يا سيادنا في هذا الامر. وعهدي قراءة ومجالسة للصالحين الذين رأوا سيدنا رسول الله في اليقظة، الذين يجتمعون به في اليقظة، أنهم لا يذكرون هذا، بل لا يستطيعون أن يذكروها. لا يستطيعون. تعرف كلمة لا يستطيع؟ لا يستطيع. أما يعني بكل صراحة وكذا في التليفون وفي الانترنت راني شفت سيدنا رسول الله، هذا عجيب سبحان الله العظيم وبحمده. عجيب. اللهم إلا من جاءه أمر أو غلب أو منع الله ورسوله. ولكن عهد للناس العارفين بالله أهل أحوال هذا الكبار لا، هذا الأمر مسألة يعني على الأقل من باب الغيرة على المعبود على الأقل. ثانيا المعرفة أي تتعرف أولا على حقيقته وكمالاته وأسراره صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك حدث ولا حرج من المعارف الربانية، معارف الأرواح، معارف الحضرة، ثم تأتي من بعد ذلك وأبسط ما عند العارفين من المعارف هي معارف العلوم الشرعية والعلوم الآلة وعلوم الدنيا. لهذا قد تجد بعض العارفين الكبار وما عنده معرفة ممكن بأمور تفاصيل الدين من الأحكام الشرعية ولا من النحو ولا من كذا وكذا. وهذا سمعنا بعض المشايخ، يعني سيدي ابن عجيبة يحكي عن شيخه البوزيدي قال ما كان يقرأ ولا كان يكتب، عنده قصيدة من القصائد شرحها سيدي ابن عجيبة ليست على النظام المعهود من الشعر، يعني ماشي على العروض. تشوف تقول مختلة في الميزان، كان بالإمكان ولكن تجدهم يعني من حيث كما كنا نقول المشاهدة، ممكن يشاهد في سيدنا رسول الله يقظة وممكن الكشف ما عندوش. سيدي أحمد التجاني قدس الله سره كان إذا جاءه أحد وقال له سيدي بغا نسافر وشوف لي وانظر لي أمور يعني كذا، يجيب واحد من المريدين تاعو يقول له انظر لي، قال ما أنا خلقت باب الكشف على نفسي، مش ما نشغلش نفسي. الشهود عنده الكشف والو، لأن الكشف هو شنو؟ مكاشف أطفال الناس والأكوان وكذا وكذا. لهذا المقاس ما هوش دائما بالمكاشفات وبالعلوم. هنا المعرفة قلنا معرفة سيدنا رسول الله، لماذا تنالها؟ بكثرة الصلاة عليه. لهذا قال سيدي عبد العزيز الدباغ قال يعني هو حكى حكاية لا أدري إن له هو أم لغيره، قالوا بأن هناك أحد من الأولياء ويزار وكذا، قال فذهبنا له لنزوره فسأله سؤال متعلق بسيدنا رسول الله، لعله قال له يعني في حديث انه لا يغار على قلبي ولا كذا، بدا يعني قالوا نعم قال يعني انه صلى الله عليه وسلم يعني تجيه بعض الحالات يكون غافل على سيدنا مولانا قال خلاص بس، قالوا هذا مش ولي الله. يعني الجهل قال بذات سيدنا رسول الله قال هذه من الظلمات التي تحجب عن الله.
الجهل بحقيقة سيدنا رسول الله، يعني جهل الاعتقاد هذا بداية سيدنا رسول الله يغفل فيه عنه ذنوب وكذا، قال هذا ما مش ولي الله يغفل. يعني إذا التعرف على كمالاته قد تجده ممكن إذا قلت أصف لي سيدنا رسول الله من حيث يعني شمائله ممكن لا يصفه، لأن هذا عندهم موش من الكمال. لا يعني ممكن واحد يقول أنا جاهل، أنا مانيش عارف كيف كان وصف سيدنا رسول الله بالتفاصيل، ولكن إذا قلت له هل كان جميلا؟ نعم وغاية الجمال، إذا هذا يكفي، يعرف الإجمال، أما التفاصيل ما عنده. عند الأولياء عندهم الإجمال الكليات، أما التفاصيل قد لا تجدها عنده. أما الأكابر أكابرهم يعني لا. وحكى هذا تلميذ سيدي عبد العزيز الدباغ عن شيخه، قال سألته ذات مرة وهو يقلم شهرا عن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة نسأل فيما يختلف فيه أهل الشمائل، قال فيصفه لي بالدقة وكأنه يراه في ذاك الوقت كل شيء، يعني من دون نعم كان كذا 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 كذا. هذا ولعله لكثرة الاجتماع به، يعني خلاص صار يعني صفاته معهودة عنده، لأنه ليست الرواية كالرؤية. وانت قريت في الكتب صفات سيدنا رسول الله ممكن يوم تنساها، بصح لو كان شفت سيدنا رسول الله مرة واثنين واجتمع به هذا 10 سنين 20 سنة واجتمع به يشوف به، يعني هذاك الزمان تعد أوصاف عنده. قد إن قلت له عبر لك تعبيرا غير الموجود في الكتب، لأن الذين عبروا هناك ذاك الزمان بلغة فصيحة أما هو ممكن يعبر لك بلغة دارجة. ما تقول أنت راك جاهل بالشمال، هاي الشمال رويت كذا وحفظت كذا، لا. المعرفة بحقيقة سيدنا رسول الله، وليس كل من عرف ألف، لا، سيادنا معه من شرط التعريف، يعرفون وذاك الشيء في قلوبهم، لأنهم يعرفون بأن البحر لن تأتي عليه بالدلال مهما كان. لما يعني علموا بأن البحر يعني محيطه يعني قعره عميق ومحيطه واسع، قالوا ما سلموا يعني أعلنوا العجز من البداية. ثالثا التحقق، والتحقق أعلاه التحقق بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة به، بكمالاته وجمالاته وجلالاته صلى الله عليه وآله وسلم، ودون ذلك التحقق بأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وآله وسلم. قد تجد بعض الأشياء لا كما كنا نقول عنه، قد لا تجده فصيحا كما كان سيدنا رسول الله فصيحا، هذا ليس من شروط التحقق، لأن الله سبحانه يسألك يوم القيامة لماذا لم تكن فصيحا، ولكن يسألك لماذا لم تكن خلوقا. هذه من الكمالات التي يرثها منه صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا وجدت إنسان ناقص في الأخلاق اعرف بأنه ناقص في الوراثة المحمدية. وجدته ناقص في الفصاحة ليس بالضرورة، لأن أبو جهل فصيح كذلك، مو وارث محمد. اللهم صل على محمد. يعني شوف التكاليف والكمالات الإنسانية. لهذا نجد من المناسبات في الحديث النبوي الشريف نجد صلى الله عليه وسلم يقول مرة: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهناك يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فالأقرب من هنا قال بأنه أكثر الناس صلاة، والأقرب قال أحسنهم أخلاقا. هذه دلالة بأن أكثر الناس صلاة على سيدنا رسول الله هم أحسن الناس أخلاقا. كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله تفنيك فيه، فإذا فنيت فيه بقيت به، انسبقت بصبغته صلى الله عليه وآله وسلم. وآنذاك حدث ولا حرج. من الكمالات مثال سيدنا عمر لما جاء سيدنا رسول الله قالوا: يا رسول الله أنت أحب إلي من كذا وكذا كذا. قالوا: لا يزال. قال: لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. الآن يا عمر صار سيدنا عمر الذي نعرفه، الذي يفر منه الشيطان. ورثه من من؟ ورثه من النور المحمدي، لأن الشيطان ظلمه. صار يعني سيدنا عمر الذي ورث بقية الحليب اللبن الذي شربه سيدنا رسول الله. قال: أعطيتها لعمر.
صار سيدنا عمر الذي نصر الله به الدين، اللهم أيد هذا الدين بأحد عمرين. إذا مكانة سيدنا عمر كل ذيك بماذا؟ بالفناء في سيدنا رسول الله والانسباغ بصبغته المحمدية صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم فائدة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك وما دون ذلك فسيأتي ولو لم نطلب. هذا مطلب رسول الله وأحكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا عن إسحاقك يا خير من اختارك الله. الحمد لله الكريم الوهاب الجواد من شمل العباد بنعمتي الإيجاد والإمداد، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وقدس على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين التي شملت كل شيء، من خصنا الله سبحانه وتعالى به رحمة مهداة ونعمة مسداة. صلاة الأزل والأبد، صلاة الجمال والجلال والكمال، صلاته هو سبحانه على حبيبه كما هو من حيث لا نحن، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، لا زلنا نتطوف حول معاني الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا في الدرس الماضي قد تطرقنا إلى موضوع كيفية الصلاة، كيف نصلي، كيف نسلك بالصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن فحوى ذلك هو الاستغراق فيه صلى الله عليه وآله وسلم، أي الاستغراق فيه حبا. بدايته تبدأ باللسان، ذكر اللسان، ثم التفكر به فيه بالعقل يعني بالخيال، ثم التفاني فيه قلبا حيث يسيطر على قلبك ويصير الشهود له معنى ثابت في عالم المثال. ففي عالم المثال يفتح المجال، وهو حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى. يعني ابتداء من ذكر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم باللسان بكثرة الصلاة عليه نستغرق فيه، ثم الاستغراق ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا الفتح بالصلاة. الفتح بالصلاة ما هو؟ هو ما نسميه بالفتح المحمدي، الفتوحات المحمدية، نتيجة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتيجة التعلق به كله، لأن التعلق وحدة متماسكة لابد من في الصلاة عليه من تعظيمه ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ومن اتباعه وطاعته، ومن محبته، ومن ولاء أهل بيته. فإذا نقصت أحد هذه المقامات فالصلاة لا تجيئك لها. من بعد هذا سنسميه استغراق فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في الدرس الماضي بأن من وجد ضعفا، من وجد انقطاعا في هذه الصلة القلبية به صلى الله عليه وآله وسلم فليعلم بأن هناك خلل في التوازن في سلوكه. هو لابد أنه مضيع لأمر ما في سلوكه، أو لعله مضيع بداية لجانب الشريعة أصلا في طاعة الوالدين أو في الجار أو في أي خلق من الأخلاق، أو لعله في صلاته هناك شيء، أو لعل في اعتقاده هناك شيء يتبع اعتقادا ضالا في الله وفي حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإذا تم مقام الإسلام يبدأ مقام الإيمان، إذا تم مقام الإيمان يبدأ مقام الإحسان. هكذا هي درجة توصل إلى درجة أخرى.
فإذا استغرق المحب المريد في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك يأتي الفتح، والنتيجة والجزاء من جنس العمل. دائما النتيجة مبنية على مقدمة. المقدمة إذا كانت استغراق في أعماره، النهاية ستكون فتح بأعماره صلى الله عليه وسلم. واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمه. هذا حينما تعيش أنت، عش محمدية المبنى. إذا أردت أن تكون محمديا المعنى، إذا أردت أن يكون لك قلب متصل بسيدنا رسول الله، لابد أنت كذلك عش به ولأجله صلى الله عليه وسلم. أحد العارفين سيدي صلاح الدين البوصي قدس الله سره قال، حكى عن نفسه، قال 40 سنة وأنا كلما كنت في موطن استجاب دعوة في حج أو عمرة أو في مواطن نفحات أو شربت زمزم وماء زمزم لما شرب له، أطلب شيء واحد، قال دائما أطلب الاجتماع به صلى الله عليه وسلم والفناء فيه صلى الله عليه وسلم. وقلت في دروس في سلسلة سابقة في فقه الأدعية والأذكار أو سر الأدعية والأذكار بأن الدعاء هذا ينبع على ما في قلبك. إذا قلنا الآن سيفتح باب الاستجابة، كل واحد يرفع يده، كل واحد ماذا يدعو؟ الذي يأتي على قلبك أولا ذاك هو حالك أنت. مرت علينا البارحة ليلة نصف من شعبان، وهي ليلة التجلي على الأمة المحمدية، يتنزل فيها الحق سبحانه برحمته وبعطفه وبحنانه وبعطائه. ما الذي طلبناه؟ قد تجد الناس يعني هناك من يتشتت حينما تقول له جاءت هذه الليلة يتشتت، يطلب من هنا مرة ومن هناك مرة، فتذهب الليلة من دون حضور ومن دون عيش، لا يعرف ماذا يذكر ولا ماذا يدعو. كالذي يريد أن يطعم الماء، طلعنا الماء من الأرض، مرة يحفر متر من هنا متر من هنا متر من هنا، لو يحفر الكرة الأرضية كاع ما يطلع لناش الماء. احفر في مكان واحد يطلع لك الماء. وحد النية، وحد الوجهة، معليش اطلب الأشياء الأخرى، ولكن لما تكون لك وحدة وجهة موحدة. وهناك من تغالب عليه أمر من أمور الدنيا أو بلاء من البلايا هكذا مصاب به ولا كذا، كذلك الوجه، تذهب هذه اللحظات المباركة التي من المفروض خير ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى. من سوء الأدب بمكان أن يتنزل لنا هو ونطلبه منه غيره سبحانه. فالعوام يطلبون في ليلة التجلي حينما يتجلى يطلبون منه التجلي، والخواص يطلبون المتجلي سبحانه وتعالى. نطلبه هو، أولى من أن نطلبه هو سبحانه وتعالى. نحن مريدين ماذا؟ مريدين الأكل والشرب. مريدين ماذا؟ مريدين الله. تقولي مريد الجنة، الجنة فيها رضوان الله، أما الجنة للأكل والشرب هنا في الدنيا فهي موجودة. إذا أردنا أن نكون ربانيين، أن نكون مريدين سالكين، دائما الطلب الإرادة الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقول لا هذه الدنيا أنا من هي الطالب، لا، أنك كذلك ستكون همتك دنية والناس يتفاوتون. أهل الغرف العليا يتراءى من دونهم كما تتراءون النجوم في السماء، يقول سيدنا رسول الله، كما تتراءون النجوم في السماء. يعني كما رايحين نشوفوا في النجوم، نشوفوا في ملابذك الجهاز بعاد علينا مش ملايير السنين الضوئية ومن عارفين قد عددهم وكذا، وانت جالس في الجنة تشوف ذاك الكوكب من هي، تقول ذاك الضوء تعمل قال لك مقام فلان مقام فلان مقام فلان. أترضى من نفسك ذلك؟ وهو ممكن في هذه الدنيا كان ابن أبيك وأمك، جارك، زميلك، أنت أكبر منه سنا، أنت أحفظ منه، أنت أعلى منه، أنت أنسب منه. من هنا يا ليتني قدمت لحياتي، هذه إعدادية الحياة هناك. يا ليتني قدمت لحياتي، أقصد الدار الآخرة، أما هذه ماهيش حياتي، هذه لعب ولهو، هذه الإعدادية. نعم،
إذا قلنا بأنه لابد أن تكون همتك دعاؤك في مثل هذه الأيام أن تدعو دائما توحد. فلا تدري أنت متى توافق ساعة الاستجابة قلبا مستجيبا، لأن الفائدة أن يكون قلبك أنت حاضرا مع الله. فأولياء الله دائما قلوبهم عندهم ساعة الاستجابة، وإن ما دعا يستجيبون. لماذا؟ لأنه دائما الحضور مع الله، قلبه دائما مستجيب. أما نحن حتى تأتي الأيام الفاضلة ثم هناك تهيئات حتى تستجيب قلوبنا لله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، نحن حتى نضطر لكي يجيبنا الله. أما هم لا، باختيار، لأن نحن الاضطرار هو الذي يدعونا نقول الله يا رب، ولكن في حالة الاختيار نقول نفسي. أما هؤلاء لا، في كل الأحوال يقولون الله الله، يشهدون الاضطرار في كل الأحوال. لهذا كانت قلوبهم مع الله. إذن حينما تأتينا هذه الساعات، خير ما نطلبه منه سبحانه ما هو طالبه منا، وما هو طالبنا رضوانه، نطلبه هو سبحانه وتعالى. نطلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، نطلبه هو لذاته. حينما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نطلبه هو لذاته، كما قلنا في الدروس الماضية، ما نجعله دائما صلى الله عليه وسلم وسيلة، ودائما متى يكون الغاية صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك غاية أعظم منه؟ هل الوسائل التي نطلبها، الأشياء التي نطلبها ونجعله هو فيها وسيلة صلى الله عليه وسلم، هذه الغايات التي نطلبها وجعلنا فيها سيدنا رسول الله وسيلة، هل هي أعظم منه؟ ما كان لا حضرة مولانا سبحانه وتعالى اللي الغاية الأعظم من سيدنا رسول الله، وتلك الغاية من بابه صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت سيدنا رسول الله فما طلبت إلا الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من كانت غايته الرسول فغايته الله. من أحب الرسول فقد أحب الله. قس على هذا. هو سيدنا رسول ما عندوش حاضرة منفصلة أبدا. لهذا نجد في القرآن الكريم دائما يقرن الاسمين، الله ورسوله، الله ورسوله، بل وحد الضمير فقالوا والله ورسوله أحق أن يرضوه ضمير واحد، ما هم ضميرين. والله ورسوله أحق أن يرضوه. كان بالإمكان أن يقول أن يرضوهما الله ورسوله، ولكن قال مولانا سبحانه وتعالى لا، ما كانش إرادتين ومشيئتين وفعلين، لا، وإن كانت هناك ذاتين، ذات مولانا وذات سيدنا رسول الله، ولكن الأمر واحد، ليس لك من الأمر شيء. سيدنا رسول الله ما عنده من الأمر شيء، أمره كله لله صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن لا نخف على أنفسنا من الشرك في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي شيئا. يعني من دخل في الطائرة المحمدية لا يخاف بالشرك، ولو خاف عنا الشرك لخاف الله عنا وفصله عنه بشهادة التوحيد. فشهادة التوحيد فيها ذاتين، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لأن سيدنا محمد رسول الله حضرته شفافة يرى منها الله سبحانه. بالعكس، كما يقول الناظور هذا للإنسان الناقص في النظر، ما تجي تقول له هذا روح حاجبك عن النظر، يقول هذا وزيدني في النظر، لا خليني على حالي. كذلك نحن لنرى الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدي ابن عربي قدس الله سره، قال إذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى فانظره فتبصر به في المرآة المحمدية، فأجل مجال يتجلى فيه الحق سبحانه وتعالى والنور المحمدي، لأن الله سبحانه لا يتجلى لا في زمان ولا مكان، ولكن في مجال، فيتجلى لك من خلال النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لنا باب الصلات به، فإذا اتصلنا به كنا في حضرة الله، كنا في حضرة الله، لأن حضرة الله سبحانه وتعالى مجالها محيطها هو النور المحمد. إذا خرجت من هنا وهناك ضللت عن الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله وما أنا من المشركين. حاشا صلى الله عليه وسلم. دلالته على الله دلالة الواحد، دلالة الأحدية، قل هو الله أحد. الصلاة من بعد الاستغراق يأتي الاستحقاق، أي يأتي الفتح، تتحقق.
الفتح المحمدي، الفتوحات المحمدية على العموم الفتوحات تنقسم إلى 3 أقسام، يعني لها 3 أركان: الشهود والمعرفة والتحقق. الشهود والمعرفة والتحقق، سواء كان هذا الفتح فتح رباني إلهي، يعني فتح محمدي، فتح إنساني، فتح كوني. هناك 4 حضارات من الفتح، ولكل فتح 3 أقسام. كل فتح من هذه الفتوحات له 3 أقسام. فأنت حينما تستغرق وتفنى فيه ستبقى به. هذا البقاء، هذا الفتح، هذه الثمرة ما هي؟ إذا سألك السائل ما أعظم ثمرة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له يعني هو الفتح المحمدي. هناك ثمرات عدة. من ثمرات الصلاة أن يستجاب بها الدعاء، من ثمرات الصلاة أن تقضى بها يعني المصالح، تفرج بها الهموم، الكروب، ولكن هذا كله عند العامة حينما يتكلمون عن الصلاة على سيدنا رسول الله. دائما أهل العلم يقولون بأن هناك 40 فائدة للصلاة على سيدنا رسول الله، ولكن ما في تلك 40 فائدة ولا يعني فائدة واحدة خاصة به مباشرة صلى الله عليه وسلم، دائما خارجية. نحن نريده هو الفائدة العظمى صلى الله عليه وسلم. لسنا نصلي عليه لننال غيره. لهذا قلنا في بعض الصلوات: أرجوك، لا أرجو منك، رحمك أرجوك، لا أرجو منك. في بداية الأمر ترى بأن الكلام فيه شوية يعني ساءة أدب، لا، يعني أرجوك أنت لذاتك، لا أرجو منك شيء آخر، لأن الشيء الآخر أراه السوى. اللهم إلا إذا كان الشيء الآخر هو أنت، فإذا أرجوك أنت. إذا كان الشيء الآخر هو الله سبحانه وتعالى، إذا أرجوك أنت، فحضرته ليست غيره. إذا كان الشيء الآخر هو الدين أو الفقه في الدين أو القرآن، فهو حضرة سيدنا رسول الله، لأن كل الدين فيه صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الواسع، لا نتكلم على سيدنا رسول الله بكمالاته وفضائله، ما نتكلم على سيدنا رسول الله بذاته بجسمه صلى الله عليه وسلم البشري فقط، اللي تحجروا فيه الوهابيه وقاعدين ينظروا سيدنا رسول الله بذاك المنظار. لا، نحن كي نقولوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا فاهمين بان النبوه فيها كل الدين، والدين بكله، المفصل في قلوبنا والمفصل في الشعائر والمفصل في القرآن والسنة، وكل هذا كله أنوار النبوة المحمدية. والنبوة المحمدية هي صبغة النبوة، صبغة النبي. هناك النبي والنبوة، النبوة من النبي. إذن فما زلنا في حضرته، ما خرجنا منها من حضرته صلى الله عليه وسلم. هانا وش رانا قاصدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحضرة. وكي نقولوا يعني الذات المحمدية عندنا نحن في التصوف قاصدين بها هذا الحضرة الكبرى، كما نتكلم عن الذات الإلهية مانش قاصد. أما كي نقولوا يعني الجسم سيدنا رسول الله الجسم البشري، فنقصد به جسمه صلى الله عليه وسلم من حيث الشمائل ومن حيث الهيئة. أما إذا تكلمنا عن الحقيقة المحمدية، عن الذات المحمدية، فقاصدين كل الأنوار والأسرار التي نعرفها، التي تفصلت في الدين وفي من ورثوا الدين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا ديم. من هو البحر؟ من هو الديم؟ ثم سيدنا رسول الله. إذن هذا غرفة والبحر بقي واسعا، وذاك رشف رشفا والمطر بقي منساب. إذن فحضرته صلى الله عليه وسلم واسعة. إذن كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أننا نطلبه هو، فكل الصيد في جوف الفار ستجد كل شيء من بعد هذا. عندك اللي يجيك الشيطان ويقول لك أنا نقول لك نطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصح أنا راني باقي الباك، والآخر راني باقي ندير عفو من لارمي، والآخر درك أنتم الصوفية باقي ترجعونا لا تعرف بهم خلاص كاع من الدنيا ما ندو منها والو، نقولوا كل شيء كاين. إذا طلبت الله ستخدمك الدنيا، ولكن إذا طلبت الدنيا ما يكون معك مولانا أبدا، لأن الله هو الذي خلق الدنيا. سيمكنك منها حلالا طيبة، ويقول لك كوني بردا وسلاما عليه، لأنها حارة تجيك يعني بكل، ولا تحاسب عليها أصلا حتى، لأن حلالها
حساب وحرامها عقاب. الدنيا هذه حلالها حساب وحرامها عقاب، وما نطيق لا على عقاب لا على حساب، لأنه من نوقش الحساب عذب. ولكن أنت حينما تتوجه إلى الله ومولانا يقول لك هاي وين تجيك بطريق ولا أخرى، أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، أنا لك لا تحاسب عليه. يقول يا رب أنت جبتها لي، جات تجار تحت رجلي، أنا كنت مريح حطب لي الريح شاف هكذا من توجه إلى الله سبحانه وتعالى. جاء بعض علماء الشام ذات مرة مع سيدي أحمد العلاوي قدس الله سره، وكان عنده ثم المريدين من تحت، هو كان معروضا يعني عارض عنده. لما نظر سيدي من فوق من الشرفة على المريدين من أسفل صاحوا صيحة واحدة الله كل المريدين. والشيء بالشيء يذكر هذا العالم من الشام قال الشيخ قال له احنا اتذكر هو كعبه عن فوق والمريد ذكر حال الصلاة والإمام الخطيب يخطب والناس تحته، قال له احنا كي نخطبوا على الناس كما تتحرك قلوبهم وانت لا شافوك من دام ما تكلمت صاحوا. واهل الاشارات يعرفوا يقتنصوا الواردات هذه. قال له يا سيدي شفتوا كي تقعد في الصلاه وتحرم وتتوجه لمولانا سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قالوا اذا توجهت لمولانا احرمت لله كل الناس يتبعوك في الصغيره والكبيره. هكا قالوا ولكن اذا سلمت والتفت الى الناس سينفضوا من حولك. قال نعم. قالوا هكذا نحن من يوم ان احرمنا ما سلمنا، من يوم ان توجهنا الى الله ما سلمنا. هذا عندهم سجود القلب. هذا هو هذا الذين هم على صلاتهم دائمون، ما مع الذين هم على صلاتهم يحافظون. هذا جهه من الدنيا كرقصت انت بالدنيا بالدراهم، بصح ما يسموهاش دنيا، يسموها الحياه الطيبه. فلنحيينه حياه طيبه، هذه الحياه الطيبه تجي. اما الدنيا ما سميت دنيا الا لدناءتها، فكل ما دخل عليه النور لا يسمى دنيا، لهذا لا يسمي حياه سيدنا رسول الله الدنيا. اذا اخذت الماء وشربته وقلت بسم الله الرحمن الرحيم صار اخرى، لأنك أخذت عليه أجر وصار حياة طيبة. المهم وإذا لم تسمي عليه شاركك فيه الشيطان، يعني ذهبت منه البركة، لأن الشيطان ما يشربش الماء. الشيطان هو أصلا يطفيه الماء وهو نار، ولكن يأخذ الطاقة. شنو في المزايد يقول أنت نخلي الإناء فارغ والصباح قال يقول الناس إن رسولنا نقول الشياطين كلاو منه شربوا، هاني ما لقيت مقر في الوسط. لا يكون فاهم يا صاحبي، الشياطين وهذول ما ياكلوش كما ناكلوا حنا نشربوا حنا، لا، ولكن ياخذوا منه الطاقه، ياخذوا منه البركه. كي تجي انت ما تنال منه تبارك. لهذا اليوم ما كاين تبارك، الشيطان مشاركنا في كل شيء مع الفساد، لان القلوب مش متصله مولانا، ماناش عايشين في دائره النور كما كان اسلافنا. الخير كاين ولكن الشياطين صرفوا منا البركه كلها. صرفوها من نهار كانت في المزرعه ميزان، نهار اللي داروها بالربا، نهار اللي خدموها بالربا راه صافت البركه منها. شريها انت بالحلال ولا شريها بالحرام؟ كيف البركه من البدايه ما كانش. لا الله يستر خلاص. اذا قلنا بالاستغراق في الصلاه على سيدنا رسول الله، بكثره الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم سنتصل به. فحينما نتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح الله علينا بالذات المحمديه بالنور المحمدي شهودا ومعرفه وتحققا، هذا الفتح الإجمالي، هذا الفتح الكلي الأكبر. أما ما سوى ذلك فحدث ولا حرج من الفتوحات. نحن نركز على الفتح الأكبر، يعني الشيء الأعظم. أما ما دون ذلك فلا داعي، يعني من قضاء المصالح وهذا الشيء، يعني قضية مصلحتك ولم تقضى الفائدة أن يرضى الله عنك. أنت ما أدراك بأن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما أدراك. ولكن نبقى وإحنا مع الرضوان، ورضوان من الله أكبر. نبدأ أولا الشهود، أي الاجتماع بسيدنا رسول الله. يبدأ بالرؤيا المنام، والجزاء من جنس العمل. أنت كنت كل وقت تفكر فيه صلى الله عليه وسلم، فينعكس ذلك على مخيلتك، على عقلك الباطن، على كذا كذا كذا، فتصير الذي كما يقول أصحاب تأويل الرؤى الذي تنشغل به في النهار تراه في المنام. طبيعي. إذا أنت انشغلت بصورة سيدنا رسول الله في مخيلتك، في الليل ستراه في المنام. هذا مع كثرة الصلاة عليه، مع الحب،
مع الاعتقاد السليم، مش يعني تفكر فيها تفكر يعني فاسد كما راهم يفكروا الوهابيين. هذوك تقول لهم يقروا في الحديث وراهم يقولوا السنة، ولكن يتفكرون فيه تفكرا خاطئ. مش يتفكروا في سيدنا رسول الله، راهم يتفكروا في الصورة اللي داروها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ثاني شاف سيدنا رسول الله، ولكن رآه يتيم أبي طالب كما قال ساداتنا. فرق. هناك من ينظر له نظرة الخصوصية، وهناك من ينظر له نظرة النقص والعياذ بالله. فهذا لا. تبدأ بالمنام، ثم الدرجة الثانية رؤية المثال. عالم المثال هذا هو عالم الخيال المنفصل. الخيال المتصل هذا هو اللي تفكر فيه درك كما راك تفكر درك. هذا الخيال المتصل. الخيال المنفصل يسمى عالم المثال. مولانا سبحانه دار واحد البرزخ ما بين الواقع المعاش الخارجي سواء كان هنا أو في عالم الغيب، وما بين ما عندك أنت ما تتصوره أنت. كي تتصور أنت شيء وتكون لك مخيلة قوية يخرج ينعكس ذلك من خيالك المتصل إلى خيالك المنفصل فترى تلك الأشياء. مثال ذلك ما يحدث في المنامات. ترى العلم بشكل لبن، هذا خيال منفصل، وهو مش لبن ولكن العلم. ماذا أولت يا رسول الله؟ قال أولتها العلم. لما قال أعطيت فضل شربت اللبن ما أعطيت فضلتي لعمر، قال ما أولت يا رسول الله؟ قال أولتها العلم. ورؤيا الأنبياء حق. إذن كان ذلك في عالم الخيال المنفصل أي في الرؤى. وقس على هذه الدرجة الثانية، الخيال المنفصل أي عالم المثال. قد يكون ذلك في عالم المثال في المنامات، ثم يزداد درجة إلى ما بين اليقظة والمنام، إلى ما بين اليقظة والمنام في حالة استرخاء قريبة إلى الله. لأن الإنسان إذا أوقف الفكر هذا الحسي المادي لا الإيجابي ولا السلبي، توقف كل شيء حينما يهدأ وتروح يعني الحواس خلاص عن التفكير ولا أنا ذاك يدخل إلى عالم المنام يعني الرؤية، ينفصل عن هذا الكون. كذلك إذا كنت أنت في الذكر وقف كل شيء، وحتى ولو كنت مريح ولو كنت واقف، إذا كنت يعني عندك قوة التخيل وقف كل شيء وابقى. تقول لي بصح أنا كيف نفكر في سيدنا رسول الله؟ هذا فكر. لا، التفكر في الحضارات الغيبية، حضرة مولانا وحضرة سيدنا رسول الله، هذا خارج عن الله. شفت الواحد يقعد الليل يفكر يخمم في حاجة ما يجيش رقاد. لماذا؟ لأن العقل مفتوح، العقل هذا الحسي. ولكن إلا هو خلاص استرخى ونسى كل شيء، أنا ذاك يروح. حينما تتفكر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكر فيه طمأنينة وراحة نفسية، أنا ذاك ستذهب معه. وهذه من أنجع السبل لرؤية سيدنا رسول الله في المنام. كثير يسأل كيف أرى سيدنا رسول الله في المنام؟ نقول له اجعل آخر ما تتفكر فيه تفكر في حضرته صلى الله عليه وسلم ستذهب معه. ثم هنا بين قوسين الكثير من المحبين لعله نقول يعني الكثير الكثرة الكاثرة بأن يرون سيدنا رسول الله ولا يعلمون بأنهم رأوه. لأن سيدنا رسول الله لا يرى في صورته فقط يعني الجسمانية، قد يرى في صورة شيخ من المشايخ، قد يتجلى لك لا بذاته بل ببعض صفاته. يعني ترى المدينة المنورة، ترى العلم، ترى القرآن، ترى في المسجد، هذه كلها أنوار سيدنا رسول الله. إذا أنت تمنيت أن تراه انظر للرؤية التي رأيتها في تلك الليلة. إذا كانت رؤية إيجابية أعرف أني أنا شفت سيدنا رسول الله. إذا كانت رؤية سلبية أعرف أني ذاك الشيء لا يعرض بينك وبين سيدنا رسول الله. إذا في كلا الحالتين راك رأيت في كل خير لك. أعيد أنا مثال الليلة جبت بردي باش نشوف سيدنا رسول الله في المنام. في ذيك الليلة شفت رؤية يعني ما هي مليحة. هذيك الرؤية نشوف الأجزاء تاعها نعرف بلي ذاك الشيء ولا هو عارض على نفسي دون رؤية سيدنا رسول الله. يعني لابد نزكي نفسي من هذا الأمر. أما إذا رأيت رؤية حسنة أيا كانت تلك الرؤية الحسنة اربطها ستجدها أحد تجليات سيدنا رسول الله. فإذا كملت أنت وارتقيت في المستوى ستتجمع تلك الأنوار وتتجمع في ذاته وترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الدرجة الثالثة هي رؤية اليقظة، الاجتماع به صلى الله عليه وسلم يقظة. هناك بين هذا وذاك يعني درجات. هناك ما بين عالم المثال واليقظة مثال. عالم الخروج من هذا كما نقول خروج الروح من هنا من الجسم، وهذه عادة إذا خرجت الروح من جسم أي واحد ولي من الأولياء يكون ثابت، الجسم تاعو ثابت ماهوش يتحرك. إلا كان يتحرك راه الروح حاضر معه. إلا جسمه ثبت راه خرجت الروح. ويرى رسول الله وروحه خارجة يعني. هذا كذلك ماهوش من رؤية المثال اليقظة. رؤية اليقظة ما هي؟ هي كما ترونني الآن، الرؤية التي تراها بحواسك كاملة. إذا نقص بعض حواسك فهي رؤية مثال، راك في حالة كالنوم ولا كالخيال المنفصل. وهذه رؤية اليقظة أعلى مستوى من الحق إليه الأولياء. بين ذا وذاك قلنا كثير منها. إذا رأيت ولم تسمع منه ولم يتكلم معك صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء كذلك عالم مثال. أما إذا رأيت أنت بكامل حواسك وهو سيدنا رسول الله بكامل تجلي، أنا ذاك ستتم رؤية يقظة. وهنا تدخل تلبيسات كثيرة. نعم الشيطان لا يتمثل بسيدنا رسول الله، ولكن أنت قد تكون أحوالك. لهذا يحتاج إلى شيخ التربية. دائما يقول يعني الشيخ المربي أحسن، لأنه ممكن إنسان يتيه هنا وهناك في بعض المتاهات ويظن نفسه بأنه رأى ويتمنى أن يرى ويدعي شيئا فشيئا حتى يعود عايش في متاهات. أعاذنا الله وإياكم. اللهم إنا نعوذ بك من الدعاء يا رب. هذه قلنا الرؤية، رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من نتائج ومن أعظم ثمرات الصلاة على سيدنا رسول الله. ما الفائدة من رؤية سيدنا رسول الله؟ الفائدة الأولى أن نزداد به تعلقا، لأنك حينما تراه في المنام ستزداد شوقا وعشقا له صلى الله عليه وسلم. وليس من رأى كمن لم يرى، وليس الخبر كالمعاينة. مش كيما اللي شاف كاين اللي ما شافش. اللي شاف سيدنا رسول الله يزيد حب له. تصير الرؤية في حد ذاتها مزود لك في المحبة. استفدت بطريقة أخرى. ثم كذلك تتزود بالإيمان، لأنه من رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزداد تقوى وصلاح وقس على هذا. كذلك ما تستفيده منه صلى الله عليه وسلم من التربية والتزكية، أي حينما يكلمك لا بد راه سيدنا رسول الله شفته لا بد راه الآمر والناهي، لا بد يبين لك ويوضح لك ويبشرك راك مستفيد. وفائدة الرؤيا صلى الله عليه وسلم غير محصورة، يعني المحبين يعني يتفننون في هذا، لأن الإنسان إذا أحب أحد يكون له شوق وحرقة، فإذا اجتمع تبرد ذلك الحرقة. هذه من ذكرت يعني هذه يعدها المحبون من أعظم فوائد الرؤيا صلى الله عليه وسلم. ولكن قد علم كل الناس مشربهم. لعل بعض أهل العلم تجد يقول أنا بنشوف سيدنا رسول الله باش نصحح عليه الحديث يا ودي ولكن كل واحد وحاله مسلمين. يعني ليش شيء زي بالشوق سيدنا رسول الله يدي هذا شوف سيدنا رسول الله قبل الورجل وانا ما نلاقي هذيك زمان نصحح خلي هذيك المسألة كما نقول احنا، ولكن كل واحد من حقه الله سبحانه وتعالى. لهذا تراهم الذين يرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركزون على الامور العلميه وكذا، هو ذاك انعكاس حالهم، هم خدموا سيدنا رسول الله علميا فانعكس ذلك عليه. تجد يعني يحكيك على رؤية سيدنا رسول الله من دون ذيك الشوق ولا ذيك الاشجان، يكلمك على رؤية سيدنا رسول الله وكانها نحكي على رؤيا المنام، يعني رؤية اليقظة هذه لا تحدث الا الاكابر، نفعنا الله بها. الان كثر ادعاء رؤية سيدنا رسول الله يقظة، ولكن لعلي أقول لكم من الآلاف الذين تسمعون والمئات الذين تسمعون بأنهم يرون سيدنا رسول الله يقظة، فيهم 2 راهم يشوفون سيدنا رسول الله يقظة، والآخرين يعني ادعاء والناس تدعيها. والمشكلة في اللي مش اللي يدعي لنفسه، المشكلة في اللي تدعي له الناس، قاعد يدعي لنفسه يقول لعل صادق في جزئية ما. المشكلة في اللي شافوه لبس شاش وبايقة راهو من أهل رؤية سيدنا رسول الله يقظة، اللي شافوه محب سيدنا رسول الله راهو من أهل، وهكذا. الناس أكثرت من هذا، ولكن لابد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. الدعاوى خطيرة يا سيدي، الدعاوى خطيرة، الدعاوى خطيرة على لعله من دعاها ومن دعيت له حتى.
المسألة ما هي بالسهولة. كي نقول واحد من سيادنا هو ما قالهاش على نفسه تروح أنت تدعيها له، لماذا هذا؟ وفيها تجني كذلك على الذي يدعي المشايخ، كل شيء يكذب ليه أنا أكتبت. ثم كذلك فيها تدخل تحت من كذب علي متعمدا. أنت كذبت على سيدنا رسول الله، قلت بنا وشوف في سيدنا رسول الله. ومن الذين لعنهم سيدنا رسول الله من أرى عيناه ما لم ترى عيناه. سبحان الله، ما عادش كاين يعني التورع في هذا الجانب. سمعت بعضهم قال لي واحد قال له عندي دواء السكر، عطاه لي سيدنا رسول الله وراني نشتغل سيدنا رسول الله، قال لي رحت جبت من عنده سيدي دواء السكر وشريته عليه بقداه المليون، ومن بعد زاد علي السكر يعني قريب مت. قال له لا رجع لي روح الحاسوب دخل فيه فيروس، حتى الفيروس الكبير مش الحاسوب. سيدنا رسول الله يعطيك دواء السكر؟ حاشا لله، ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا من الاولياء الصالحين. انت كنت تروح تقول لسيدنا رسول الله بعض الناس يقول له يقول لك ابشر، سيدنا رسول الله باقي يكثر في الشهداء ويكثر في المرضى، لا باش يجي من خير. وعبر كما ظنه هو يعني سيدنا رسول الله يدور على حل اقتصادي وحل سياسي وحل كذا. نظرته صلى الله عليه وسلم لامته نظره اخرى، يهمه الجانب الاخلاقي، هذا هو. لهذا قلت لكم منام حكاه لي بعض الاحباب، قال راى سيدنا رسول الله في المنام ايام كورونا هذه، قالوا يا رسول الله ادعوا لنا، كورونا اصابت الناس، قالوا البلاء الحقيقي من حرم رؤيتي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله كعيب لي والله في قلبي حشم. قال نقول سيدنا رسول الله ما هو شوف سيدنا رسول الله، ما شوف في الكورونا وهكذا بعض الاحباب قال راى سيدنا رسول الله وكانت ليلته كنا دايرين الوقف لسيدنا رسول الله. في تلك الليله شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وجلس سيدنا الصحابه جالسين، قال له اطلب شيء معك. قال له سيدي رسول الله نحن نظارات، قالوا راني دائما نروح لتونس ونجي نداوي يعني ادعي ربي سبحانه وتعالى. قالوا سيدنا عمر هذا الوقف اللي تكلموا عليه. جاني الصباح قال لي باش قلت له عيب والله حاشا قدام سيدنا رسول الله. انا البارح نقول الوقف يعني الوقف ان تبقى وقف في سيدنا رسول الله، تطلبه لذاتي. هو صاحبنا قال يطلب في الدول العينين عن سيدنا رسول الله. ما يكفيناش هنا رانا الصلاه نصلوا لما نطلبوا بها في الحوايج نروحوا فين يقولوا سيدنا رسول الله العربي وكذا وكذا وكذا، كل حاجه نذكرها سيدنا رسول الله نطلبوا منه الدنيا. لا عين على الاقل كاين عندهم موجهين صلى الله عليه وسلم، كانوا امامه. اما منا ومنا ما عندنا نديروا شو بغينا نديروا، نطلبوها احنا بعاد عليه يعني لا باس، بصح موجهين وجها لوجه لا نطلبوها منه. ماذا كثر الادعاء يا سيادنا في هذا الامر. وعهدي قراءة ومجالسة للصالحين الذين رأوا سيدنا رسول الله في اليقظة، الذين يجتمعون به في اليقظة، أنهم لا يذكرون هذا، بل لا يستطيعون أن يذكروها. لا يستطيعون. تعرف كلمة لا يستطيع؟ لا يستطيع. أما يعني بكل صراحة وكذا وفي التليفون وفي الانترنت راني شفت سيدنا رسول الله، هذا عجيب سبحان الله العظيم وبحمده عجيب. اللهم إلا من جاءه أمر أو غلبة أو منع الله ورسوله. ولكن عهد بالناس العارفين بالله أهل الأحوال هذا الكبار لا، هذا أمر المسألة يعني على الأقل من باب الغيرة على المحبوب على الأقل. ثانيا المعرفة أي تتعرف أولا على حقيقته وكمالاته وأسراره صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك حدث ولا حرج من المعارف الربانية، معارف الأرواح، معارف الحضرة، ثم تأتي من بعد ذلك وأبسط ما عند العارفين من المعارف هي معارف العلوم الشرعية والعلوم الآلة وعلوم الدنيا. لهذا قد تجد بعض العارفين الكبار وما عنده معرفة ممكن بأمور تفاصيل الدين من الأحكام الشرعية ولا من النحو ولا من كذا وكذا. وهذا سمعنا بعض المشايخ يعني سيدي ابن عجيبة يحكي عن شيخه البوزيدي قال ما كان يقرأ ولا كان يكتب، عنده قصيدة من القصائد شرحها سيدي ابن عجيبة ليست على النظام المعهود من الشعر، يعني ماشي على العروض. تشوف تقول مختلة في الميزان كان بالإمكان، ولكن تجدهم يعني من حيث كما كنا نقول المشاهدة، ممكن يشاهد في سيدنا رسول الله يقظة وممكن الكشف ما عندوش. سيدي أحمد التجاني قدس الله سره كان إذا جاءه أحد وقال له سيدي بغا نسافر وشوف لي وانظر لي أمور يعني كذا، يجيب واحد من المريدين تاعو يقول له انظر لي، قال ما أنا خلقت باب الكشف على نفسي، مش ما نشغلش نفسي. الشهود عنده الكشف والو
لأن الكشف هو شيء مكاشفة قلوب الناس والأكوان وكذا وكذا. لهذا المقاس ما هوش دائما بالمكاشفات وبالعلوم هنا. المعرفة، قلنا معرفة سيدنا رسول الله، لماذا تنالها؟ بكثرة الصلاة عليه. لهذا قال سيدي عبد العزيز الدباغ، قال يعني هو حكى حكاية لا أدري له هو أم لغيره، قالوا بأن هناك أحد من الأولياء ويزار وكذا، قال فذهبنا له لنزوره فسأله سؤال متعلق بسيدنا رسول الله، لعله قال له يعني في حديث انه لا يغار على قلبي ولا كذا، بدا يعني قالوا نعم غار، يعني انه صلى الله عليه وسلم يعني يجي بعض الحالات يكون غافل على سنه مولانا، قالوا خلاص بس قالوا هذا مش ولي الله. يعني الجهل بذات سيدنا رسول الله، قال هذه من الظلمات التي تحجب عن الله، الجهل بحقيقه سيدنا رسول الله، يعني جهل الاعتقاد. هذا بدايه سيدنا رسول الله يغفل وفيه عنده ذنوب وكذا، قال هذا مش ولي الله يلا. يعني إذا التعرف على كمالاته قد تجده ممكن إذا قلت أصف لي سيدنا رسول الله من حيث يعني شمائله ممكن لا يصفه، لأن هذا عندهم موش من الكمال. لا يعني ممكن واحد يقول أنا جاهل، أنا مانيش عارف كيف كان وصف سيدنا رسول الله بالتفاصيل، ولكن إذا قلت له هل كان جميلا؟ نعم هو غاية الجمال، إذا هذا يكفي، يعرف الإجمال. أما التفاصيل نعم عند الأولياء عندهم الإجمال الكليات، أما التفاصيل قد لا تجدها عنده. أما أكابرهم يعني لا. وحكى هذا تلميذ سيدي عبد العزيز الدباغ عن شيخه، قال سألته ذات مرة وهو يقل مشغر عن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة نسأل فيما يختلف فيه أهل الشمائل، قال فيصفه لي بالدقة وكأنه يراه في ذاك الوقت كل شيء، يعني من دون نعم كان كذا 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 كذا. هذا كذا، ولعله لكثرة الاجتماع به، يعني خلاص صار يعني صفاته معهودة عنده، لأنه ليست الرواية كالرؤية. وانت قريت في الكتب صفات سيدنا رسول الله، ما كل يوم تنساها بصح لو كان شفت سيدنا رسول الله مرة اثنين واجتمع به هذا 10 سنين 20 سنة واجتمع به يشوف فيه، يعني هذا الزمان تعود أوصاف عنده. قد إن قلت له وعبر لك تعبيرا غير الموجود في الكتب، لأن الذين عبروا هناك ذاك الزمان بلغة فصيحة أما هو ممكن يعبر لك بلغة دارجة. ما تقول له أنت راك جاهل بالشمائل، هاي الشمائل رويت كذا وحفظت كذا. المعرفة بحقيقة سيدنا رسول الله، وليس كل من عرف ألف، لا، سيادنا ما هو من شرط من تعريف، يعرفون وذاك شيء في قلوبهم، لأنهم يعرفون بأن البحر لن تأتي عليهم بالدلال مهما كان. لما يعني علموا بأن البحر يعني محيطه يعني قعره عميق ومحيطه واسع، لما سلموا يعني أعلموا العجز من البداية. ثالثا التحقق، والتحقق أعلاه التحقق بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة به، بكمالاته وجمالاته وجلالاته صلى الله عليه وآله وسلم، ودون ذلك التحقق بأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وآله وسلم. قد تجد بعض الأشياء لا كما كنا نقول عنه، قد لا تجده فصيحا كما كان سيدنا رسول الله فصيحا، هذا ليس من شروط التحقق، لأن الله سبحانه يسألك يوم القيامة لماذا لم تكن فصيحا، ولكن يسألك لماذا لم تكن خلوقا. هذه من الكمالات التي يرثها منه صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا وجدت إنسان ناقص في الأخلاق اعرف بأنه ناقص في الوراثة المحمدية، وجدته ناقص في الفصاحة ليس بالضرورة، لأن أبو جهل فصيح كذلك مو وارث محمد. اللهم صل على محمد. يعني شوف التكاليف والكمالات الإنسانية. لهذا نجد من المناسبات في الحديث النبوي الشريف، نجد صلى الله عليه وسلم يقول مرة إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وهناك يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فالأقرب من هنا قال بأنه أكثر الناس صلاة، والأقرب قال
أحسنهم أخلاقا. هذه دلالة بأن أكثر الناس صلاة على سيدنا رسول الله هم أحسن الناس أخلاقا. كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله تفنيك فيه، فإذا فنيت فيه بقيت به، انسبقت بصبغته صلى الله عليه وآله وسلم. وآنذاك حدث الأخوة من الكمالات. مثال سيدنا عمر لما جاء سيدنا رسول الله قالوا يا رسول الله أنت أحب إلي من كذا وكذا كذا، قالوا لا يزال، قال لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، قال الآن يا عمر. الآن يا عمر صار سيدنا عمر الذي نعرفه الذي يفر منه الشيطان. ورثه من من؟ ورثه من النور المحمدي، لأن الشيطان ظلمه. صار يعني سيدنا عمر الذي ورث بقية الحليب اللبن الذي شربه سيدنا رسول الله، قال أعطيتها لعمر. صار سيدنا عمر الذي نصر الله به الدين، اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين. إذا مكانة سيدنا عمر كل ذيك بماذا؟ بالفناء في سيدنا رسول الله والانسباغ بصبغته المحمدية. فهذه أعظم فائدة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك وما دون ذلك فسيأتي ولو لم نطلب. هذا والله ورسوله أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك صلى الله